السلام عليكم شبابنا، شلونكم؟ وياكم اخوكم الخبير الفني عباس عقل لصيانة كافة الأجهزة المنزلية. اليوم عندنا هذا جلفانوميتر، هذا خاص بالمنهج مال الصف السادس، العلمي الإحيائي والتطبيقي. العلمي الإحيائي والتطبيقي. نعم. عندنا هذا الجلفانوميتر، هذا شكله جلفانوميتر مرتب كبير. هذا يعني شوف، هذا يصير تقريبا بقد الكتاب. هذا واضح للي يريد يشرح به مثل معلم او شيء، يشرح للطلاب. انا اصحب هاي النوعية، هاي النوعية كبيرة والطالب يفهم عليها. عندنا اول تجربة، عندنا الملف الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي. هذا المغناطيس كلش قوي، انصحكم به. يعني هذا مغناطيس كلش قوي، بحيث هذا هسه ما تقدر تفصلهن بهاي الطريقة. شوف لاحظ القوة مال المغناطيسي شلون قوية، قوي كلش. وهاي قلب من الحديد المطاوع، ذني هن المغانيط. بالضبط. هسه عنده تقريب الساق المغناطيسية من جوف الملف. لاحظوا نلاحظ انحراف المؤشر، واضح شلون؟ عنده الاقتراب باتجاه معين، وعنده الابتعاد باتجاه الثاني. إذا أعكس الأقطاب المغناطيسية راح ينعكس عند الاقتراب بالاتجاه العكس، وعند الابتعاد بالاتجاه. أقرب المغناطيس بهذا الاتجاه، نعم. الانحراف بهذا الاتجاه، والابتعاد بهذا الاتجاه. إذا أقلب المغناطيس راح أسوي بالعكس، راح يصير ينعكس اتجاه الفيض المغناطيسي، فراح ينعكس الاتجاه مال المؤشر. طبعا هاي التجربة الأولى. عندنا التجربة الثانية هي الحث المتبادل. الحث المتبادل عبارة عن ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي. هذا الملف ما مرتبط وهذا الملف نهائيا راح نخليهن بهذا الاتجاه، بهاي هذا الصيغة. الاتجاه، ولا ونخلي هذا هذا قلب من الحديد المطاوع. هذا القلب الحديد نخليه بنص هذا الملف اللي هو الثاني. وهذا مربوط وين؟ هاي ويا بطارية، هاي بطارية 9 فولت. وهاي لاحظ المؤشر، توصيل. لاحظ المؤشر من راح تربط. راح اربط البطارية هنا باوع. لاحظ انحراف المؤشر. شوف، وما مرتبط، هذه ما مرتبط، ملف ببطن ملف بس حث متبادل. شوف المؤشر شلون انحرف، وهاي حث متبادل، ماكو اي ارتباط بين الملف الاول والملف الثاني، ما عدا ملف ببطن ملف. هاي نسميها ظاهرة الحث المتبادل. عندنا التجربة الثالثة اللي هي ظاهرة الحث الذاتي، يعني الملف جاي يحث ذاته بذاته. طبعا بدل عندنا هذا مصباح نيون، هذا يحتاج لتقريبا 80 فولت او اكثر من 80 فولت يلا يشتغل. هسه هنا راح اربط هذا ما يشتغل على فولتية قليلة، الا فولتية يعني عالية، يعني فولتية عالية تكهرب الانسان. نعم. هسه راح اربط الملف والمصباح والبطارية على التوالي، ويا المصباح على التوازي. هذا مجرد واير، يعني قاعد نربط به على البطارية. نعم. هذا الواير تشوفونه. هسه بهاي الشكل خليه هنا حتى. هسه عند هاي البطارية طبعا 9 فولت، هاي البطارية واضحة 9 فولت مبين، 9 فولت. فهسه البطارية ما تكفي إلى توهج المصباح. هسه من نغلق الدائرة، لاحظ المصباح، هاي المصباح طافي، من نفتح الدائرة رأسا ينغلق. لاحظ المصباح شلون يأشر، لاحظ. هسه هاي غالق هذه الدائرة، المصباح ما يشتغل. من نفتح الدائرة أو أغلقها على السريع وأفتحها على السريع أثناء الفتح، راح يتولد قوة دافعة كهربائية محتثة تكفي إلى توهج المصباح، لأن زمن تلاشي التيار راح يكون صغير جدا. شو اسمها هاي التجربة؟ تجربة الحث الذاتي. الحث الذاتي، هاي تجربة. نعم. شباب، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة. وهذه يعني عند الطلاب صايرة معجزة. هي هاي شلون هسه التجارب اللي سويناها يعني شوية صعبة، ونحب يعني نبسط الأمور للطلاب. وأنا بالخدمة، أي استفسار أي تعليق أرد عليه. وعندي راح أراويكم بعد تجربة قبل لا أختم الفيديو. عندنا هاي التجربة الثانية. شو اسمها هاي التجربة؟ هاي التجربة تبين تأثير قانون لينز. هاي عند اقتراب المغناطيس راح يتولد قطب مشابه في وجه الحلقة، فتلاحظ الحلقة شلون تبتعد، واضحة؟ وعند الابتعاد راح تنجذب بهذا الاتجاه. طبعا إذا الحلقة مغلقة راح يتولد بها تيار، وراح يصير قوة تنافر.
اما اذا كانت الحلقه مفتوحه فما يتولد بها اي تيار. فلاحظ شوف شلون هاي الحلقه، هاي مفتوحة لان هاي الحلقه شوفها هنا بهذا الاتجاه، هاي الحلقه مفتوحه ما يتولد بها تيار. بالضبط. يراد لها شويه تتوازن، فهاي الحلقه مفتوحه ما يتولد بها تيار. خلي بهاي الحلقة. بينما هاي شوف لاحظ التاثير شلون النفور يصير من المغناطيس. من المغناطيس هو ما يجيسه، ما يعني ما يقرب له، بس شوف. لا هو اصلا ما يتجاذب ويا المغناطيس لانه الومنيوم. شوفها هاي بسبب توليد تيار محدث في وجه الحلقه. طبعا شوف بالاقتراب راح تجي برا، بنقرب عنها يبتعد. هي الومنيوم ما شوفها بهاي، شوف شلون اقتربت. شوف هسه من نجيها لهنا، طبعا هي كانت متحركه بهذا الاتجاه. صحيح. شوفها هسه اذا هنا بهذا الاتجاه، شوف شلون راح. شوف هاي مثلا، شوف هاي، شوف المغناطيس ايش قد قوي هنا، لان هاي حديد، بينما هنا ماكو اي تاثير. اذا كانت الحلقه مفتوحه ما تتاثر. ملاحظه ثانيه، هذا المغناطيس شنو اسمه؟ نيديوم باكي، يعني N52. هذا N2 يجيك هيك قطعه صغيره قويه كلش. قطعه صغيره قويه. نعم قويه كلش. هاي لا صارت بين اصابعك تقرضك. يعني هاي اذا هيك بين الاصابع يعني تاذي الاصبع، احتمال حتى تكسر الاصبع. شوف التاثير هسه. شوف هاي اذا هنا هسه قد التاثير مالتها قوي. طبعا هسه شوف لاحظ الحلقه عند الاقتراب راح يتولد تيار محدث، ويتولد قطب شمالي او قطب جنوبي مشابه عند الاقتراب، فراح يبتعد، وعند الابتعاد راح يتولد قطب مشابه. شوف هسه بهاي الاتجاه، شوف شلون تحركت وياه. اما اذا قربها فراح تبتعد. احنا نشكر من عندك استاذ على المعلومات هاي الجميله. اليا منهج هذا منهج الصف السادس العلمي. الصف السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي. اي استفسار اي تعليق ارد عليه، واستاذ حسين بخدمتكم ان شاء الله وخدمه الجميع. في امان الله.